مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سي سبورت. رجعنا لكم فيديو جديد. راح نتكلم في هذا الفيديو عن استعدادات نادي ريال مدريد قبل مباراة سيلتا فيغو في كأس ملك إسبانيا في الدور 16، وعن أخبار الانتقالات الشتوية الخاصة بنادي ريال مدريد، خاصة قرب نادي ريال مدريد من التعاقد مع اللاعب أرنوت، وأيضا قرب نادي ريال مدريد مع إنهاء صفقة ألفونسو ديفيز. لكن قبل بداية الفيديو نتمنى منكم كالعادة دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كنتوا غير مشتركين. البداية أعزائي المشاهدين راح نتكلم عن مباراة سيلتا فيغو الليلة في كأس ملك إسبانيا، ثم الحديث عن أخبار الانتقالات الشتوية. مباراة مهمة اليوم لنادي ريال مدريد ضد سيلتا فيغو على ملعب سانتياغو برنابيو. مباراة يعني ستكون مهمة في مشوار الفريق في كأس الملك. حسب صحيفة ماركا، عرضت صحيفة ماركا التشكيلة المتوقعة الذي يبدأ بها أنشيلوتي مباراة الليلة. سيكون في حراسة المرمى لونين، رباعي خط الدفاع فاسكيس، أسينسيو وروديغار وغارسيا. ثلاثي خط الوسط سيكون سيبايوس، تشاوميني ومودريتش. أما ثلاثي المقدمة سيكون إبراهيم دياز، إمبابي، فينيسيوس. مباراة كبيرة انتظرها عشاق نادي ريال مدريد، وخاصة لرؤية ردة الفعل من أنشيلوتي واللاعبين بعد خسارة كأس السوبر. مباراة مهمة لمشوار الفريق في كأس ملك إسبانيا وحجز بطاقة العبور لربع النهائي. مباراة ممكن تكون سهلة على الورق لنادي ريال مدريد، خاصة أنه المباراة ستلعب على ملعبه، ملعب سانتياغو برنابيو. أما بخصوص الأخبار التعاقدات أعزائي المشاهدين، أخبار التعاقدات في نادي ريال مدريد أخبار كثيرة انتشرت وأخبار متسارعة خلال الساعات الماضية من هذا اليوم عن قرب نادي ريال مدريد من التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي أرنوت من نادي ريال مدريد. حسب ما وصفوا وحسب ما ذكر، فإنه نادي ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع اللاعب على الانتقال خلال الفترة الحالية، فترة الانتقالات الشتوية. فقط متبقي الاتفاق مع نادي ليفربول على قيمة الصفقة. اللاعب إذن بنسبة كبيرة 100% في نادي ريال مدريد، إما في الانتقالات الشتوية الحالية إما في الانتقالات الصيفية. الانتقالات الصيفية سيذهب مجانا لنادي ريال مدريد لأنه اللاعب حاليا حر، لكن الريال مصر على أنه يجلب اللاعب في الفترة الحالية لحاجة الفريق لظهير أيمن، خاصة مع الأخطاء المتكررة، وشهدنا الفوارق الكبيرة في تشكيلة ريال مدريد خلال مباراة السوبر. فاللاعب يعني قريب وراضي ووافق على الانتقال لنادي ريال مدريد، فقط موافقة نادي ليفربول على بيع اللاعب. أما هناك أيضا أخبار انتشرت عن قرب أو اقتراب اللاعب ألفونسو ديفيز على الانتقال لنادي ريال مدريد. أيضا صحيفة ماركا صرحت وذكرت أن ألفونسو ديفيز أعطى موافقته بالفعل، وفرصة انتقاله إلى ريال مدريد تزداد والعقد في المراحل الأخيرة. أيضا ريال مدريد خلص مع أرنولد والآن يحاول التخليص أيضا مع ألفونسو ديفيز لجلبه إلى نادي ريال مدريد. اللاعب أيضا لاعب حر حاليا، لا صحيح مع بايرن ميونخ، لكن لاعب حر سيكون متاح لأي فريق. وهناك تفاوض من نادي بايرن ميونخ لتجديد عقده، لكن اللاعب حتى الآن لم يجدد عقده. في زي ما اتفقنا وما ذكر صحيفة ماركا أنه فرصة انتقاله ريال مدريد تزداد، فهناك أمور جيدة جدا. يعني ثنائي إذا تمت هذه الصفقة ومع أرنولد، ثنائي سيكون في الأظهرة لريال مدريد أظهرة عصرية. ألفونسو ديفيز وأرنولد أظهرة صراحة قوية ستعيد بعض الشيء وتعزز قوة تشكيلة أنشيلوتي وتشكيلة ريال مدريد في المباريات القادمة أو في الموسم القادم إذا تم التعاقد خلال الفترة الصيفية. وهيك أعزائي المشاهدين نصل لختام هذا الفيديو. قبل الختام توقعوا نتيجة مباراة نادي ريال مدريد الليلة في كأس ملك إسبانيا أمام سيلتا فيغو. توقعوا النتيجة في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو إذا كنتم غير مشتركين، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات جديدة خلال الفترة القادمة.